انا مش عارفه احنا كتير ولا لا، بس انا واحده من الناس اللي بتتضايق قوي من سلق البيض. فاول ما لقيت الماكينه دي قدامي اشتريتها على طول من غير اي تفكير، لان انا استاذه احط البيض وانساه يا جماعه، والله العظيم يغلي زي ما يغلي عادي بقى، يجلد براحته. هي سهله في الاستخدام جدا، ما فيهاش اي افتكاسات بصراحه. الكوبايه اللي بتيجي معاها بتملوها ميه على حسب نسبه التسويه اللي انتوا بتحبوها للبيض، وبتحطوها في المكان ده، وبالابره بقى اللي في نهايه الكوبايه لازم تفتحوا البيضه كده. هي تقدري تسوي فيها لحد 6 بيضات. كل اللي عليكي بقى انك انت تدوسي على الزرار بتاعها وتسيبيها شغاله، هي هتفصل مع نفسها لما تخلص، دي احلى حاجه. هتنسي بقى موضوع ظبط تايمر البيض والجو ده. بصوا لما خلصت طفت مع نفسها، بس ما بتعملش صوت للاسف. البيض هنا كان مولع، اتلسعت لسعه. بصوا انا اخدته على الميه على طول لان ما كنتش قادره استحمل حرارته صراحه. انا مشيت معاكم الخطوات للاخر وقشرت معاكم البيض وفتحت لكم القلب ووريكم درجه التسويه بتاعته عامله ازاي، علشان تستفيدوا انتوا كمان. بس وحطيته بقى على فكره الطبقين دول هما بيجوا معاها بتوع البيض الصغننين دول. فتحت لكم القلب علشان تشوفوا درجه التسويه، وانا اللي مسوياه تسويه كامله كده. انتوا تقدروا تقللوا الميه فالتسويه هتبقى نص لو انتوا بتحبوا يعني. بس وبالف هنا. انا مش عارفه بصراحه بالنسبه لكم دي تعتبر من المشتريات التافهه ولا لا، بس انا بالنسبه